حاجه زي الفل، حاجه زي الفل. اعزائي المشاهدين، مسا عايز اقول لك ان اي كاميرا في اللايف فيو بتبقى من العدسه للسنسور على طول. حتى لو معاك دي اس ال ار فالليزر خطير برضه عليها، لانك انت اوقات كتير بتشتغل لايف فيو، اول ما بتفتح اللايف فيو وتيجي تبص في الفيو فايندر من فوق هتلاقي الشاشه بقت سوداء وما انت شايف اي حاجه، لان المرايه اللي بتعكس لك الرؤيه اللي العدسه شايفاها حرفيا بتطلع لفوق بتقفل لك خالص، فبيبقى من العدسه للسنسور على طول، فالاتنين يتحرقوا من الليزر. فما بلاش حد يشتغلك ويقول لك ان الميرورلس بتتحرق اسرع من الدي اس ال ار، الاتنين الليزر غلط عليهم، والاتنين الليزر بيحرقه. دايناميك رينج من الحاجات اللي انت بتهتم بيها، لانك كمصور ويدنج دي تفرق معاك جدا. حرفيا احتفاظ الكاميرا بالتفاصيل في الهايلايت، بالتفاصيل في الشادو، ده بيفرق معاك انت كمصور ويدنج، لان انت في لقطات بتعدي عليك بسرعه فما بتبقاش مظبط كل حاجه في الكاميرا، ممكن الصوره تطلع لسع سنه او تطلع مطفيه سنه، فده بيديك فرق. لو الكاميرا الدايناميك رينج بتاعها كويس بيديك مساحه ان انت تعرف تعدل الاخطاء بتاعتك في الصوره. بص، الزد 5 مش احسن ميرورلس نزلت، بس كقيمه مقابل سعر. طب ليه الزد 5؟ ما تنساش ان الزد 5 هي وال 750 الاثنين نفس السنسور، وحرفيا ال 750 قعدت فتره كبيره قوي في مصر عندنا هنا، هي اللي واكله السوق، كان في المنافسه ساعتها معاها 5 دي مارك 3 من كانون. فحرفيا احنا لو خدنا سنسور ال 750 حطيناه في الميرورلس لازم النتيجه هتكون جامده، خصوصا ان انت في الميرورلس بتاخد امكانيات واداء اعلى. فما تحاولش تقعد مع حد يقنعك ان الزد 5 اقل من 750. انا مش بشكر في الزد 5، في ميرورلس احسن منها بكتير في الاداء، بس الفكره كلها انت خدت سنسور كان مشهور عندك في مصر وكان عامل اداء فوق الممتاز، حطيته في ذكاء اصطناعي اعلى، ده كل اللي انت عملته. بس الاثنين نفس المقاس ونفس السنسور ونفس الالوان ونفس كل حاجه، بيختلف معاك ان انت هنا بقت ميرورلس، نقط الفوكس بقت اكتر، اداء الكاميرا في الفوكس بقى اعلى، في اللو لايت بقى اذكى، في المعالجه بتاع الكاميرا، المعالجه بتاعتها في الميرورلس في الاداء احنا بنتكلم في حاجه من 2014 اللي هي 750، بنتكلم في 2020، وعلى ما نزلت مصر بقت 21. لا في فرق، ما تحاولش. طب ليه الشركات بدات عصر الميرورلس؟ حرفيا دلوقتي الميرورلس بقى اذكى واعلى واسرع وبيديك اداء اجمد ووزن اخف. الفكره كلها الدي اس ال ار كشغل هي بتستحمل اكنك ماسك عربيه موديل قديم وعربيه موديل حديث، الاثنين لو خبطتهم في الحيطه الموديل القديم اللي هتطلع سليم، بس ما زالت الموديل الحديث اسرع واشيك واقيم وادائها اعلى. هو ده نفس الفرق اللي بين الاثنين. لو فعلا الدي اس ال ار احسن من الميرورلس، ليه سوني لحد النهارده مستمره في الميرورلس وبقيه الشركات راحت عليها مش جت من عندها؟ هي دي الفكره. الفتره الاخيره مصورين كتير فوتوغرافر في شغل الويدنج بقوا بيتجهوا شويه لنقطه الستوري، لان ده بيشغلهم وبيعمل لهم سوق كويس جدا. فانت بالتالي لو ما معكش ميرورلس مش هتساعدك في نقطه ان انت تعمل ستوري، تاخد فيديو صغير كده العريس والعروسه هم مع بعض. الميرورلس بتساعدك اكتر من الدي اس ال ار بكتير في الحته دي. فاولا كده الميرورلس الفتره الجايه هي اللي هتاكل السوق كله، عشان هي احسن من الدي اس ال ار في كل حاجه. فما تحاولش ان حد يقنعك ان الميرورلس اقل، في فئات وفئات مش هنختلف فيها، بس ما زالت الميرورلس افضل. فما تخليش حد يطلع ويهبد لك في دماغك ان الدي اس ال ار افضل من الميرورلس، عشان نبقى متفقين في الحته دي. النقطه رقم 2، ليه الاتجاه هيبقى للميرورلس؟ لان حرفيا السوق عندنا في مصر بتاع المستعمل مضروب، واي حاجه قديمه من موديلات مثلا 2014 15 ما تيجي تنزل تجيبها يقول لك ده موجوده زيرو بالكرتونه من 2014 اللي اصلا الشركات وقفت انتاجها، انت ازاي لحد النهارده محتفظ بيها زيرو؟ سوق المستعمل عندنا في مصر كنت اتكلمت في حلقه كامله عنه ان هو بيضرب ازاي بيضربوا الكاميرات، وازاي بيجيب كاميرا قديمه يحولها لجديده وينزلها في كرتونه ويضرب لها السيلر نمبر وينزلها لك في السوق، وانت تشتري على اساس انها جديده والكاميرا بتبقى مهلوكه. فعشان كده خلي اتجاهك لموديل السنه افضل لك وامن لك من اللي بيحصل في السوق عندنا. نرجع بقى للمشكله اللي هتقابلك، ان عدسات الميرورلس حرفيا غاليه. العدسات حرفيا غاليه قوي. احنا لو بنتكلم في نيكون او كانون او حتى سوني العدسات غاليه قوي، غاليه غاليه. انا دم اتحرق وانا العدسات فعلا غاليه. طيب ليه بقى اتجاهك للكاميرات النازله حديثه عن القديم؟ اولا اهتمام التحديث بتاعها بيبقى موجود كل فتره على الموقع بتاعتهم، سواء هتخش على نيكون او كانون او سوني. حاجه تانية، اهتم بتحديث كل حاجه معاك، فلاشاتك لو ليها تحديثات من كودكس نزلت عرفها وحدثها، التريجرات بتاعتك لو ليها تحديثات نزلت عرفها وحدثها، ده هيفرق معاك في ذكاء الفلاش او التريجر او حتى الكاميرا، لا ده كله شغال مع بعض، هيديك سيستم في الاخر انت هتبقى مرتاح في الاستخدام بتاعه، ما بيهنكش معاك. في الاخر انا الفتره الجايه ان شاء الله في كيوتيوب هصور 4K وانا خايف الجهاز ما يرندرش وده هتبقى نصيب. ففي الاخر احب اقول لك ما تنساش تعمل لايك وفولو وتصلي على النبي في كومنت وتابعني، عشان خلاص كده يعني فيها لعب كتير جاي. سلام يا جدعان.